السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في هذا الدرس سوف نتعلم قراءة كلمات بحركة المد الياء. المد بالياء. كما تلاحظون هنا مجموعة من الكلمات بمد الياء. إذن أول كلمة صديق. صديق. إذن كما تلاحظون هنا حرف الدال بالكسرة والمد بالياء. حرف الدال بالكسرة والمد بالياء. دي 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 صديق. صديق. حرف الدال بالكسرة والمد بالياء. صديق. صديق. إذن حرف الدال بالكسرة والمد بالياء. صديق. إذن حرف الصاد في أول الكلمة، حرف الدال، حرف الياء، حرف القاف. الصاد والفتحة، الدال والكسرة والمد بالياء. الدال بالكسرة والمد بالياء. حرف القاف في آخر الكلمة بتنوين الضمة. صديق. 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 إذن حرف الدال بالكسرة والمد بالياء. إذن المد بالياء دائما يكون على الحرف الذي قبله كسرة. صديق. صديق. أمر إلى كلمة أخرى. حديد. حديد. إذن في هذه الكلمة كما تلاحظون حرف الدال أيضا بالكسرة والمد بالياء. حرف الدال بالكسرة والمد بالياء. دي ديد. حديد. إذن حرف الدال بالكسرة والمد بالياء. حديد. إذن حرف الحاء، حرف الدال، حرف الياء، حرف الدال. الحاء في أول الكلمة بالفتحة، الدال بالكسرة والمد بالياء. حرف الدال في آخر الكلمة بتنوين الضمة. حديد. حديد. كلمة أخرى. رفيق. رفيق. إذن في هذه الكلمة كما تلاحظون هنا حرف الفاء بالكسرة والمد بالياء. حرف الفاء بالكسرة والمد بالياء. في رفيق. رفيق. إذن حرف الفاء بالكسرة والمد بالياء. رفيق. حرف الراء في أول الكلمة بالفتحة، حرف الفاء بالكسرة والمد بالياء. حرف القاف في آخر الكلمة بالتنوين الضمة. رفيق. رفيق. أمر إلى كلمة أخرى. أريد. أريد. إذن في هذه الكلمة وكما تلاحظون هنا حرف الراء بالكسرة والمد بالياء. حرف الراء بالكسرة والمد بالياء. أريد. أريد. إذن حرف الراء بالكسرة والمد بالياء. أريد. إذن حرف الألف بالهمزة والضمة. حرف الراء بالكسرة والمد بالياء. حرف الدال في آخر الكلمة
بالضمة أريد أريد. إذن حرف الراء بالكسرة والمد بالياء. كلمة أخرى سعيد سعيد سعيد. إذن كما تلاحظون هنا حرف العين بالكسرة والمد بالياء. حرف العين بالكسرة والمد بالياء. عي عي سعيد سعيد. إذن حرف العين في وسط الكلمة بالكسرة والمد بالياء سعيد. إذن حرف السين في أول الكلمة، حرف العين في وسط الكلمة بالكسرة والمد بالياء، حرف الدال في آخر الكلمة بتنوين الضمة سعيد سعيد. كلمة أخرى حليب حليب. إذن كما تلاحظون هنا حرف اللام بالكسرة والمد بالياء. حرف اللام بالكسرة والمد بالياء. لي حليب حليب. إذن حرف اللام بالكسرة والمد بالياء حليب. إذن حرف الحاء في أول الكلمة بالفتحة، حرف اللام بالكسرة والمد بالياء، حرف الباء في آخر الكلمة بتنوين الضمة حليب حليب. كلمة أخرى مفيد 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 مفيد. إذن كما تلاحظون هنا حرف الفاء بالكسرة والمد بالياء. حرف الفاء بالكسرة والمد بالياء مفيد مفيد. إذن حرف الفاء بالكسرة والمد بالياء مفيد. إذن حرف الميم، حرف الفاء، حرف الياء، حرف الدال. الميم والضمة، الفاء بالكسرة والمد بالياء، حرف الدال في آخر الكلمة بتنوين الضمة مفيد مفيد. إذن حرف الفاء بالكسرة والمد بالياء مفيد. أنتقل إلى كلمة أخرى عصير عصير. إذن في هذه الكلمة حرف الصاد في وسط الكلمة بالكسرة والمد بالياء عصير. حرف الصاد بالكسرة والمد بالياء عصير عصير. حرف الصاد بالكسرة والمد بالياء عصير. حرف الراء في آخر الكلمة بتنوين الضمة عصير عصير. إذن حرف العين، حرف الصاد، حرف الياء، حرف الراء. العين والفتحة، الصاد بالكسرة والمد بالياء، حرف الراء في آخر الكلمة بالتنوين الضمة عصير عصير عصير. إذن حرف الصاد بالكسرة والمد بالياء عصير عصير. إذن حرف العين بالفتحة، حرف الصاد بالكسرة والمد بالياء، حرف الراء في آخر الكلمة بتنوين الضمة عصير. كلمة أخرى بريد بريد.
إذن في هذه الكلمة حرف الراء بالكسرة والمد بالياء. حرف الراء بالكسرة والمد بالياء. بريد. بريد. إذن حرف الباء في أول الكلمة بالفتحة. حرف الراء بالكسرة والمد بالياء. حرف الدال في آخر الكلمة بالتنوين الضمة. بريد. بريد. إذن حرف الراء بالكسرة والمد بالياء. حرف الدال في آخر الكلمة بالتنوين الضمة. بريد. بريد.